طبعا ما ينفعش يعدي علينا العيد كده غير لما نشوي شويه لحمه، والمره دي بقى قررت ان احنا نتجمع انا وصحابنا وهنشوي سوا. ظبطت معاهم الدنيا، وفي ساعتها طلعت اللحمه والفراخ من التلاجة وقلت ابدا في التتبيله. وتتبيله المشويات يا جماعه ما فيش اسهل منها، ميه بصل على شويه طماطم وكمان شويه توابل هبقى اكتبها لكم، وكمان شويه من الزيت وشويه خل. انا طبعا قسمت التتبيله دي على مرتين عشان شويه للحمه وشويه للفراخ. بدات بقى بتتبيل اللحمه، والقطعيه اللي انا مستخدماها دي ستيك، ولازم يبقى فيها الدهون دي عشان هي اللي هتدي طعم للشوي كله. لفيتها بقى كويس جدا بالاسترتش ده وقفلت عليها بالغطا عشان كنت خايفه ان هي تتدلق مني في العربيه. نيجي بقى للفراخ، هي نفس التتبيله بس زودت عليها شويه من الماسترد علشان بحس ان هي بتبقى حلوه قوي من على الفراخ. المهم تبلت الفراخ كويس جدا وقلبتهم كلهم مع بعض، وبرده حطيتهم في علبه تلاجة وقفلتها بقى كويس وسبتها في التلاجة لتاني يوم. يعني انا عملت الكلام ده حوالي 3 الفجر، احنا اتحركنا على حوالي الساعه 7:30 بالليل. المهم بقى تاني يوم اتحركنا والحمد لله ما حصلش اي حاجه ولا اتدلق اي حاجه من التتبيله. وهنا بقى جوزي تطوع هو وصاحبه وقالوا لنا ان هم اللي